يا رب كلكم تبقوا بخير. بصوا بقى الفيديو بتاع النهارده يعني شارح نفسه. جبت شويه عدد وخامات انا كان نفسي فيهم جدا جدا. هقول لكم كل حاجه انا كنت عايزه اجيبها ليه، هتفيدني في ايه وتفيدكم في ايه لو جبتوها، وكمان الاسعار ومنين وكل حاجه. بصوا يا جماعه، في كام فيديو جايين ورا بعض عن الورشه بتاعتي. انا ابتديت اسس الورشه بتاعتي من الصفر في مكان الحمد لله عثرت فيها في البيت. انا بيتي صغير مش كبير، بس قدرت اخلق مكان او اصنع مكان جوه البيت في ركن كده كورنر يكون فيه كل حاجتي بتنظيم اكتر. يلا بينا بقى نستعرض الخامات بتاعتي، وتابعوني في السلسله اللي جايه ورا بعضها. ايه مش سلسله قوي، كام فيديو كده هوريكم ازاي اللي عايز هاوي زي كده اعمال يدويه وشغل هاند ميد ويفيد بيته، خاصه في غلو الاسعار اللي احنا فيه. شويه خامات وادوات هتجيبيها بس هتطلع لك وتنتج لك شغل انتاج حلو قوي لبيتك بدقه عاليه، خصوصا للناس المبتدئه. اول حاجه عايزه اكلمكم عنها وهي ادوات القياس. ادوات الايه القياس، لانها مهمه جدا جدا، بالذات الناس اللي هي لسه مبتدئه مش بتعرف تقيس قوي الشغل ويطلع زوايا والقطر والكيرفات بتاعته تمام، او اللي بتستخدم دايما الشنيور عندها في البيت، بتبقى عايزه تعلق برواز، عايزه تعلق مثلا ضرفه سوري مش ضرفه يعني رف، او الحاجات دي كلها في البيت. وانا من الناس الهاويه دي، وكتير كانش بيطلع معايا الشغل مظبوط. يعني بيبقى الضرفه اللي انا الرف اللي انا احطه بيبقى مايل شويه، الوحده اللي كنت عايزه اعلقها على الحيطه بتبقى مايله سنه كده. فالميزان المايه الجميل ده رخيص ومش غالي، ده من انجو، في من توتالا وفي انواع كتير. انا حبيت ده، الانجو برضو جميله مش وحشه. ميزان المايه ده جميل جدا بقى. بصوا شايفين النقطه دي اهي، دي اول ما تحطوها مثلا على السطح، انت عايزين مثلا تعلقوا رف معين مثلا سيده، تمام، تفضلوا تظبطوه على الحيطه وتجيبي دي كده فوقيه ماشي، وتعملي كده لغايه لما تحسي ان النقطه دي بتيجي كده ايه، تيجي كده في النص كده، انت شغلك تمام. تبتدي ايه، عشان ايدي بس بتتهز، تبتدي تعلمي بالقلم الرصاص بتاعك وتحددي وتشنياري وكل حاجه. عايزه تعلقي رف، عايزه تعلقي وحده في الحيطه زي اللي هي البوكسات دي، هيفيدك قوي في الكلام ده. كمان هيطلع الشغل مظبوط مش ملوح منك يمين وشمال لو بتشتغلي لوحدك، او كمان لو حد معاكي وحاسين نفسكم مش محترفين. ميزان المايه ده من انجو كان عامل حوالي 55 جنيه او 50 جنيه، يعني في الحدود دي. اغلبيه المشتريات كانت من الجمهوريه العتبه الرواعي، فطبعا كنت محتاجاه جدا لاغلبيه الحاجات انا كنت بعملها بنفسي. خلاص جبت كمان المسطره اللذيذه الظريفه دي. انا كنت دخلت على امازون، انا جبت حاجات من على امازون هوريها لكم دلوقتي. كنت دخلت من على امازون وشفت اسعار الحاجات دي. الصراحه اسعارها كويسه، بس مع مصاريف الشحن تحسي ان الشيء سعره عالي، فاهميني. فدي عجبتني، وخاصه الادوات والخامات انا بحب اكتريتها انزل امسكها كده بايدي، شوف الكواليتي بتاعها عامل ايه، فاهميني. دي جايه في جراب، دي مسطره حديد انا كان نفسي فيها، دي 60 سم، في من اول 15 30 60 متر. انا ما جبتش المتر، انا جبت ال60، قلت وسط وهتغنيني عن حاجات كتير. اولا بقى اللي محتاج المساطر دي الصراحه بتطلع الحاجه بدقه عاليه جدا جدا، كل حاجه بالسنتي والملي. كان عندي واحده خشبيه واتمسحت، وكمان الخشب بينقر كده، فتحسي لما تيجي تشدي خط على اي سطح توصلي فبيبقى فيه تعاريج ونقر فمش لذيذ. فكنت من زمان نفسي اجيب اللي هي الحديد دي. بصوا بقى، اولا لما تيجي تجيبوها لو عايزين تجيبوا حاجه زي كده لازم تكون متينه زي دي مرنه معايا بس تحسوها سميكه تمام. وكمان هنا حفر، بصوا بتعمل زي صوت، بتعمل صوت وفيها حفر، يعني مش طبع على الوش. ده بيفرق كتير لان الحاجات دي مع الوقت الشغل ده كله يعني بيروح مع الوقت مع الايد والكلام ده، وشغلنا انتوا عارفين عامل ازاي. خلاص فدي ارجحها جدا. ليه كمان شغل الهاند ميد مهم جدا جدا جدا. انا كمان عايزه اجيب الاقل منها، لان المساطر الحاجات البلاستيك وزي ما قلنا الخشب دي وكل ده مش لذيذ خالص في التعامل، وبيبوظ مع الوقت.
وكمان مع ادوات القياس انا جبت ده، دي اسمها زاوية علام، كنت هموت عليها. انا جبتها صراحة من على امازون. جبتها من على ايه؟ من على امازون. ايوه غالية، لقيتها بحوالي 135 جنيه مع مصاريف الشحن 30 جنيه لحد البيت، فعملت 160 جنيه. هي لو تحت بتتباع في حدود 100 حاجة برضو 30، بس هي فرقت معايا مصاريف الشحن. انا قلت يعني ايه، خلاص اجيبها وخلاص، مع ان من على امازون، مع ان كنت خايفه جدا من الكواليتي، بس الحمد لله طلعت حلوه جدا. فوائدها ايه بقى يا ميرا دي؟ انا كنت هتجنن عليها. ليه بقى؟ بتقيس اي زوايا انتوا بتعملوها. يعني مثلا انتوا ده بوكس انتوا شغالين فيه، شايفين؟ ومثلا شايفين الكيرف ده، عايزينه نطلع، بنقفل مثلا جنب على جنب، فعايزين الجنب على جنب يطلع تمام مش ملوح، فاهميني؟ فبتعملي كده كده اهو، بتظبطي الزاويه بتاعتك، طلعت تمام، خير وبركه، يبقى كده حلو جدا جدا. تشتغلي يبقى خير وبركه، تشتغلي وتقفلي كل الجوانب، هتساعدك جدا جدا جدا. خاصه الحته دي يعني ايه، بتيجي كده على اي سطح فتحكمه وتقدري تقيسي من الجنب. كمان فيها ميزان ميه، تقدري تشوفي الشيء ده مايل ولا معدول كده، تشتغلي تقفلي. تعرفين مهم جدا جدا موضوع التقفيل، يعني موضوع التقفيل في حد ذاته مهم، بيساعد الشغل ان بيطلع يعني بجودة عالية. دي متحركة زي ما انتوا شايفين، هي 30 سنتي، الكواليتي بتاعها عالي. بصوا برضو حفر سميكة، ما بتتنيش بسهولة. وهنا زي ما انتوا شايفين في زي صامولة بتتفتح وتتقفل عشان تيجي عند المقاس اللي انتوا عايزينه وتقف. كمان الناس اللي مش بتعرف تعمل الزاوية 45 اللي هي كيرف، عايزين يعملوا مثلا برواز اللي هو ليه كيرف 45 ويقفلوه كده على بعض، زي الخشبة دي سي مثلا جاية كيرف 45، اللي هي عارفين الزوايا بتاعت البراويز اللي بتبقى السن بتاعها جاي، الزاويه بتاعتها جايه الاول كده على الاخر في الزاويه، فجايه بكيرف بسيط كده اهو بالشكل ده. فدي بتساعد جدا جدا ان انتوا تعملوا الكيرف بكل سهوله. فطبعا الكيرف بتاعها مش مظبوط، بس انا بوريكم ايه اكزامبل كده، ايه مثال سريع. تركبي رفوف، لو كمان بتركبي رفوف وعايزه تقيسي كل رف من على الحواف الزاويه بتاعته، يعني مثلا هنبتدي نحرك. انا مثلا عايزه اقيس 3 سنتي من كل واحده، تبتدي كده تقيسي، تاخدي مثلا 3 سنتي اوكي، وتحددي بالقلم. واللي بعدها مش هنحتاج بقى تقيسي في كل مره وتاخدي السنتي في كل مره، لا، انا قست مثلا على الجهه دي وجيت قست بسرعه على الجهه دي، يعني انا خدت القياس 3 سنتي واقدر اكرره على كذا قطعه من الخشبه او كذا قطعه من الكرتونه. فجميله جدا ان بتساعد تاخدي المقياس مره واحده وتبتدي تكرريه على كل القطع اللي انت بتشتغلي بيها مره واحده، فبالتالي ما تتعبيش في ان انت تمسكي المسطره والقلم وتقيسي في كل مره. يعني مثلا انا عايزه ابتدي اقسم من هنا، هدي خط من هنا، خدت من هنا 6 وخدت من هنا 6 وخدت من هنا 6 وخدت من هنا 6 ومن فوق من كل حته. ف الموضوع انها بتتحرك وتاخدي القياسات وتكرريها في كل جنب او كل قطعه، بيسهل عليكي جدا جدا زي ما احنا قلنا. ودي من الحاجات اللي انا كنت هموت واجيبها لانها هتساعدني طبعا وتنجز معايا في الوقت والشغل. والصراحه انا دورت عليها فعلا في الرويعي وشارع الجمهوريه، قلبت الدنيا مش لاقيها، عشان كده اضطريت اجيبها من امازون، حتى لو غاليه شويه مش مشكله. والحمد لله الكواليتي بتاعها طلع حلو جدا 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 واتبسطت بيها. وكمان انا جبت رفايع مهمه جدا من على فرشه، هقول لكم فين بالظبط، هصور لكم دلوقتي في المقطع اللي بعد ده. جبت الفرش الكواليتي عالي دي الجميله، بتنفعني طبعا لما بيكون بدهن بمساحات كبيرة، فبتنجز معايا عن الرفيعة. الصغيرة دي ب5 جنيه، كنت جايباها من سنة ب12، يعني تخيلوا دلوقتي سعرها كام، والكبيرة ب15. يلا بينا نصور. صورت لكم بنفسي المكان فين بالظبط. تعالوا اوريكم الفرش الجميلة دي عليها ايه. هو كده فارش في الشارع، في كل حاجة هنا. ماركة خاصة بإنجو، الماركه دي صيني بس محترمه حلوه. هنيجي نبص هنا نلاقي مسدس شمع، هنلاقي كمان اللي هي القصافات الخاصه بالسلك والكلام ده. طبعا هنلاقي حاجات زي قراجات وحاجات خاصه بالناس بتوع الكهرباء، بنشوف اللي احنا يناسبنا طبعا وبنجيبه. في كمان هنا لقيت منشار
خاص بالخشب. وتعالوا شوفوا على الفرشة بقى اللي عاملها، اللي هي على ترابيزة كده صغيرة بنسميها فرش لانها بتبقى في الشارع. تعالوا شوفوا الاسعار جميلة بجد. فرشة عريضة دي كلها ب10 جنيه، والصغيرة دي ب5 جنيه، في حين انا كنت جايباها من سنة ب12. يعني اكيد في المحلات دلوقتي غليت كمان. ودي ب20 جنيه عشان جودتها اعلى، او في حدود 15، مش متذكر. كمان عندهم القطر والأسلحة بتاعتهم بكل أحجامهم، مفكات من أول 10 و15 جنيه بكل أحجامها. تيب عندهم، سوبر جلو عندهم، التيراب اللي بنلزق بيه سوري اللي بنربط بيه الصغير، اللفة عجبتني قوي ب10 جنيه، حلو. عندهم جوانتيات كمان ضد القطع والخدش والحرق والكلام ده. تعالوا نشوف بقى هما كذا فرشة جنب بعض دخلت شارع بيميزهم بمحل الزعيم بتاع البيتزا ده قدام مرور العتبة. الشارع ده كله تاخدوه لغاية آخره كده مليان بقى محلات. المكان ده مميز في طلعة مترو العتبة أو نزلة مترو العتبة. دي فرشة من الفرش اللي أنا جايباها من عندهم. تيجي تنقي الفرشة أوريكم إزاي تنقوها صح. شدوا اللي هو الخيوط بتاعتها ما طلعتش في إيديكم يبقى تمام، لأن المشكلة دي وانت بتدهني بتطلع، بتبوظ الدهان اللي بندهنه على السطح طبعا. في طبعا انواع تانية من الفرش بتبقى خشنة، وفي بتبقى ناعمة وارفع. في جزء تاني لان الجزء ده صراحة طول جدا. انتظروني، وبشكركم لمتابعتكم الغالية. انا بتكلم بالتفصيل وبحب اشرح كل حاجة، عشان كده ممكن يكون مدة الفيديو طولت شوية. فبشكركم جدا لمتابعتي، واستنوني في الجزء اللي بعد ده عشان نكمل شرح بقية الادوات. سلام.